شفتوا اتنصب عليها ازاي؟ شوف كده. انا اتنصب عليا آه، بطريقة، يعني بشتري حاجة اونلاين، ومفروض اللي انا بشتري منه الحاجة الاونلاين ديت بعتت لي صورة بطاقتها ورقم انستا باي، وانا مش اول مرة اشتري حاجة اونلاين يعني. وقالت لي حولي لي الفلوس على الرقم دوت والاستلام النهارده. وبقى الكلام اللي هو اي حد بيشتري اونلاين هيبقى عارفه، سياسة الاستبدال والاسترجاع، وجربي الحاجة ولو فيها مشكلة انا هاخدها عادي، والكلام اللي هو بيتقال في كل الحاجات الاونلاين. وبالفعل حولت لها الفلوس وتمام، والتسليم كان النهارده. بحاول اكلمها تاني، ما يعني بتشوف المسجز ومش بترد عليا. و رقمها دوت مش كول يعني، واتساب بس. ف يعني انا بناشد وزارة الداخلية ان هم يعني يجيبوا لي حقي ويرجعوا لي حقي اللي اتاخد مني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا عنها واخلفني خيرا منها. واحنا بنتعامل مع اي حاجه اونلاين وهتدفع فلوس لازم ما تتسرعش الا لو متاكد وحد تعرفه تعامل مع الجهه دي قبلك. حاول لو عرفت ما تدفعش الا بعد المعاينه وتشترط عليهم تشوف الطلب قبل الدافع، ولو مش عاجبك الاوردر ترجعه. وعاوز اقول لك ربنا يعوض عليكي ويرد لك فلوسك ان شاء الله. ابعتها لك.